يا مساء الفل. هنعمل مع بعض النهاردة طريقة عمل قطايف رمضان بطريقة سهلة ومكونات بسيطة، وهنقدر نعمل منها الحلو والحادق، وهتكون ناجحة ومضمونة معانا بإذن الله. يلا مع بعض نشوف المكونات عبارة عن ايه. معايا رشة ملح، معلقة صغيرة ممسوحة بيكنج باودر، 2 كوباية دقيق، معايا 2.5 كوباية مية دافية، ومعلقتين كبار ممسوحين سكر، ومعلقة صغيرة ممسوحة خميرة فورية. أول حاجة هنعملها، هنزل بالملح على الدقيق، وبعدها أنزل بالخميرة، وبعدها السكر، البيكنج باودر، وأقلب ده كله كويس قوي مع بعض. وبعد ما قلبت المكونات كويس قوي عشان أحصل على قوام ممتاز وناعم، أجيب الخلاط، أنزل بالمكونات اللي أنا قلبتها كلها مع بعض زي ما انتوا شايفين كده، وبعدها بنزل ب2.5 كوباية مية دافية. مية دافية ما تكونش سخنة عشان الخميرة ما تموتش، واشغل الخلاط على اعلى سرعة واضربها مش اقل من 3-4 دقايق. وبعدها بجيب مصفى واصفي الخليط ده كويس قوي عشان لو فيها اي تكتلات او حاجة تبقى موجودة في المصفى. ومعنى ان انتي تضربيها كويس قوي لا يمكن هتلاقي فيها تكتلات، بس الاضمن لازم نعمل حركة زي كده. اللي موجود معايا رغاوي بس مفيش اي تكتلات ولا فيها اي حاجة، ويكون معانا الخليط بالشكل ده. شايفين القوام معاه؟ وبعد كده ابتدي اغطيها واسيبها حوالي 10 دقايق ترتاح بس مش اكتر. بعد ال10 دقايق اجيب الطاسة معايا على نار هادية، وانزل بكوباية معيارية بالحجم اللي انا اختاره، وواحدة واحدة كده وبنزل بالكوباية. طيب اعرف منين انها استوت؟ اول ما احس ان الخليط نشف من على الوش ببتدي ان انا اشيلها على طول. يعني بنزل المقدار زي ما احنا شايفين كده مع بعض. شايفين الفقاعات دي كلها يا دوب بتنشف من بره لجوه زي ما احنا شايفين كده مع بعض. وعند ما احس ان كلها نشفت ببتدي اشيلها على طول. كده استوت معايا واخدت اللون زي الفل. ولو مش عندك الكوبايه المعياريه تصبي بيها، تقدري تجيبي فنجان قهوه صغير وتملي المقدار وتبتدي واحده واحده تنزلي بيه. اي حاجه متاحه عندك اشتغلي بيها. فهمتوا الفكره؟ مجرد ما بحط المقدار بستنى شويه، اول ما بتنشف ببتدي ان أنا اشيلها على طول. سهله مش صعبه. يلا نشيل مع بعض. اخلص المقدار المعايا بنفس الطريقه بالظبط. شايفين طريه ازاي واخده اللون زي الفل ازاي من تحت؟ طريه ريحتها تحفه، غير نظافتها في البيت وعمايل ايدي، غير في الوقت اللي انا حباه بعملها. مش عايزه اقول لكم ان المقدار كله طالع بنفس الطريقه ما شاء الله، نفس الطراوه نفس اللون. الاحجام مختلفه طبعا. انا قصدي ان انا اعمل حجم كبير وحجم صغير، هوريكم دلوقتي هنعمل ايه. ولما نيجي نطلعهم طبعا بنطلعهم على فوطة زي ما احنا شايفين كده، فوطة نضيفة مفيهاش اي حاجة خالص. وابتدي واحدة واحدة من على النار على الفوطة على طول، ولا بغطي وشها ولا اي حاجة، هي طرية وزي الفل. هخلص باقي المقدار ويلا نعمل الحلو مع بعض. كده خلصت الكمية كلها مع بعض. هنبتدي 3 معالق سوداني، 3 معالق زبيب، معلقة صغيرة قرفة، 3 معالق جوز الهند، و3 معالق سكر. هجيب بولة وانزل بالمكونات كلها مع بعض. هنزل بالسكر، جوز الهند، الزبيب،
سوداني. القرفة اختياري بس جربوها مش هتندموا، تحفة. واخر حاجة رشة الفانيليا، يا دوب بطرف المعلقة لانها مركزة. وانزل بيها على الخليط بالشكل ده واقلب كويس قوي. ريحة القرفة بتجنن. يلا نبتدي نحشي اول واحدة. ما تحاوليش تيجي على الحراف عشان السكر ما بيخليش العجينة تقفل. خلي شغلك كله في النص واقفلي واحدة واحدة. وارجعي تاني أكدي على القفلة عشان مش عايزينها تفتح مننا خالص في النار، وتكون معانا بالشكل ده. نعمل واحدة كمان. يبقى الخليط اللي معايا عبارة عن 3 سوداني، 3 زبيب، 3 جوز الهند، 3 سكر، ومعلقة قرفة، معلقة صغيرة قرفة. وآخر حاجة طبعا رشة الفانيليا. تكون معانا بالشكل ده. هعمل معاكم آخر واحدة وكمل الباقي مع نفسي. بحط المقدار في النص وابعد عن الحراف خالص، وما تحاولوش تكتروا السكر فيها لانها لسه هتاخد شربات فما تبقاش مسكرة قوي. تمام. قفلي كويس قوي عشان لو فتحت في الزيت لا قدر الله الحشو ده كله هيبهدل الزيت، فقفلي كويس قوي من دلوقتي. ويكون معانا الكمية كلها بالشكل ده. ده كده خلصنا الحلو. يلا مع بعض نبتدي نعمل الحادق. مكونات الحادق عبارة عن ايه؟ عبارة عن فلفل اخضر وبهارات، بابريكا، كزبرة ناشفة، وملح وشطة. معانا زيتون متقطع شرايح زي ما انتوا شايفين كده، ومعانا جبنة قريش. ممكن تختاري اي جبنة انت نفسك فيها، ولو اخترتي جبنة هتبقى حادقة شوية يبقى طبعا تستغني عن الملح عشان ما تبقاش حادقة معاكي. ولو متاح جبنة تركي مبشور هتبقى حلوة برضو. يبقى احنا حطينا جبنة قريش، فلفل اخضر، زيتون شرايح، البهارات معايا بابريكا كزبرة ملح شطة. عايزة تشيلي حاجة من اللي انا قلتها دي مفيش مشكلة، عايزة تضيفي حاجة يا ريت. يعني نفسك فيه حطيه مفيش مشكلة خالص. نقلب المكونات كلها كويس قوي مع بعض.
قلبي حلو قوي عشان الملح ما يكونش موجود في حتة بس، وبالمعلقة واحدة واحدة كده ووزع الجبنة بالشكل ده. بعدها بقفل، خلي بالكوا طعمها تحفة والله بالجبنة. والفلفل الأخضر معاها مديها طعم حلو قوي. جربوها بس بالطريقة ديت مش هتندموا خالص. طبعا لو هتعملوها بجبنة زيادة ملح شوية مش هنحط كمية الجبن دي خالص، هنقلل طبعا عشان ما تبقاش حادقة علينا. انما دي جبنة قريش يعني ما فيهاش ملح خالص. زي ما انتوا شايفين كده، اقفل كويس قوي. اعمل واحدة معاكم كمان. اوزعها بالشكل ده وابتدي اقفل. دي هتكون اخر واحدة معاكم، هقفلها معاكم وابتدي اخلص الكمية كلها وارجع له. كده خلصت الحلو والحادق. يلا مع بعض نحمر على نار هادية خالص. طيب انا دلوقتي عندي حلو وعندي حادق، ابتدي بايه الاول؟ وطبعا انا مش هعمل طاسة لكل حاجة، لا انا عايزة اعمل طاسة للاتنين. هبتدي بالحادق الاول عشان الحلو بيبقى فيه فانيليا وفيه قرفة، فانا اخاف ان الزيت يلقط من الريحة دي او يبقى متنكه بنفس الريحة دي، فانا مش عايزة كده. يعني لو انا ابتديت بالحلو الزيت بتاعي هيبقى كله ريحته فانيليا، هاجي انزل بالحادق هيبقى ريحته كله فانيليا. فاهمين؟ فانا هبتدي بالحادق الاول احمره وبعد كده الحلو، لان الحادق كده كده اصلا ملوش ريحة. تمام؟ فهمتوا الفكرة ازاي؟ يعني في نفس الزيت هحمر الاتنين، هبتدي بالحادق الاول وبعد كده بالحلو. يا دوب اول ما ياخد لون ذهبي حلو قوي ابتدي اطلعه على طول. طالعه ناشفه ومقرمشه قوي معايا وطالعه تحفه. شايفين لونها عامله ازاي؟ انا عشان ما اتلخبطش بين الحلو والحادق انا كبرت الحادق شويه في حجمه والحلو مخليه صغير شويه عشان اعرف افرق ما بين الحلو والحادق. وطبعا ده في طبق وده في طبق او ده في سرفيز وده في سرفيز، بس بتكلم في ان الحجم نفسه بيبقى عامل ازاي. عايزه تغيري الاحجام تمام، عايزه تخليهم حجم واحد انتي وراحتك. انا بقول لكم على اللي انا عملته، خليت الحادق كبير شويه عن المسكر. استنى ياخد لون ذهبي حلو وابتدي اطلعه على طول ويكون معايا بالشكل ده. يلا نبتدي في المسكر او في القطايف الحلو. انزل بالكميه وبعد شويه بقلبها
تاخد اللون الذهبي ببتدي اطلعها على طول. ابتدي انزل بدور كمان، وعندما ياخد لون حلو ابتدي اقلب. وبعد كده بطلع كله. هي ما بتاخدش وقت خالص. واول ما اطلع القطايف الحلوة من الزيت ابتدي على طول انزلها في الشربات. الحادق رشيت عليه شوية خضرة من على الوش كده عشان اميزه، والمسكر او الحلو زينته بشوية جوز الهند وشوية كريس كده من على الوش، يكون معانا بالشكل ده. وبالنسبة للشربات انا ما حبيتش ان انا اكرره تاني، انا عملته معاكم مع الزلابية. اللي حابب يتفرج على فيديو الزلابية، وهكتب لكم المكونات في صندوق الوصف. اتمنى القطايف الحلوة والحادق تكون عجبتكم، واتمنى ان انتوا تجربوها، وصحة وعافية للي يجربه. واتمنى اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وسلام.